في لحظات في الحياة بتوقفنا، بنحس فيها إن كل حاجة انتهت، علاقة خلصت، فرصة راحت، أو حلم وقع فجأة، ونسأل نفسنا ليه النهاية كانت بالطريقة دي؟ بس الحقيقة مش كل نهاية خسارة، وأوقات كتير النهاية بتكون أول خطوة في بداية جديدة، بداية إحنا ما كناش شايفينها، لكنها كانت بتتقفل من ورانا علشان نرجع لنفسنا. ده بودكاست نقطة تحول. هنا هنتكلم سوا عن الألم والتغيير والشفاء، وهندور مع بعض على الحكمة اللي ورا كل موقف شكله كان خسارة بس طلع أكبر مكسب في حياتنا. كلنا مرينا بنهاية، وجع، علاقة خلصت، أو فرصة ضاعت مننا، وفي وسط الوجع ده بنفتكر إن دي النهاية، وبنقعد نقول أنا مش قادر أكمل، أو الدنيا وقفت خلاص معايا، أو خلصت الحكاية. بس الحقيقة اللي ما بنفهمهاش غير بعد وقت إن مش كل نهاية خسارة، ومش كل نهاية معناها الفشل. أوقات النهاية دي بتكون أعظم هدية، لكن مغلفة بأسوأ. أنا فاكرة كويس أول مرة اتحطيت في موقف حسيت فيه إن كل حاجة اتكسرت. كنت فاكرة إن دي أقسى لحظة في حياتي. وقتها كنت بحاول بكل قوتي أتمسك بناس، بأحلام، بخطط كنت رسمها لنفسي، لكن اللي ما كنتش شايفاه وقتها إن ربنا بيشيل مننا علشان يحمينا. أوقات بيبعد عننا ناس علشان يرجعنا لنفسنا، أو يقفل باب لأن اللي وراه مش خير لينا. بعد كل نهاية مريت بيها بدأت أربط الخيوط. كل مرة كنت بفتكر إنها النهاية كانت فعليا بداية لشيء أعظم، لكن أنا ما كنتش شايفة الكلام ده ساعتها. افتكرت إن العلاقة اللي خلصت كانت خسارة، لكن بعد فترة اكتشفت إني كنت بضيع نفسي معاها. كنت بنسى أنا مين وبتغير علشان أرضي اللي قدامي. افتكرت إن الفرصة اللي ضاعت كانت ضياع، لكن الحقيقة كانت باب لحاجة ما كنتش أتخيل إنها تناسبني أكتر. وبدأت أكتشف شغف جديد وطريق عمري ما فكرت فيه. النهايات مؤلمة، دي حقيقة، بنزعل وبنتكسر وبنتعب، بس في وسط كل ده في بذرة صغيرة بتتزرع جوانا اسمها الوعي. الوعي إن اللي راح مش نهاية، والوعي إننا نسيب بإيمان مش بخوف، نعدي اللي كسرنا بس ما نكسرش نفسنا معاه. مش كل خسارة خسارة فعلا، في حاجات بتروح علشان احنا كنا متمسكين بحاجة بتأذينا أكتر ما بتفيدنا. في ناس بتبعد واحنا نزعل ونفتكر إنهم كانوا كل حاجة، لكن بعد وقت بنشكر ربنا إنهم مشيوا من حياتنا، لأن وجودهم كان بيبعدنا عن نفسنا. أنا مش بقول إن كل نهاية حلوة، لأ طبعا، في نهايات وجعتني بجد، بس كل وجع علمني، وكل خيبة فتحت عيني على حاجات أنا ما كنتش عارفاها، وكل خسارة خلتني أبقى ناضجة أكتر حتى لو كانت صعبة. لو أنت دلوقتي في نهاية حاجة، علاقة مثلا خلصت، أو حلم راح، أو باب اتقفل، خد نفس وقول لنفسك يمكن دلوقتي مش فاهم، بس أكيد في يوم هبص لورا وأفهم ليه حصل كده. النهايات مش معناها فشلت، معناها خلصت مرحلة وهتبدأ مرحلة تانية. الرسالة اللي عايزة أوصلها لك، ما تفكرش إنك فشلت علشان حاجة خلصت. النهايات مش ضعف، النهايات قوة، لأنها بتديك فرصة تبدأ من جديد، بس المرة دي على وعي وعلى سلام وبإيمان أكتر بنفسك. دي كانت الحلقة التانية من بودكاست نقطة تحول. لو وصلت للنهاية، شكرا لقلبك اللي لسه بيدور على نور حتى وسط العتمة. ابعت الحلقة دي لحد بتحبه، يمكن يكون محتاج يسمع الكلام ده دلوقتي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجديدة، واستناني الحلقة الجاية، لأن الرحلة لسه مستمرة ولسه فيها أمل.